الثقافة نفتتح ندوتنا اليوم، وهي ندوة مناقشة رواية والإصدار من سلسلة إبداعات التفرغ للروائية الكاتبة الأستاذة ميرفت الزبلاني. كل التحية. اسمحوا لي مقدما بس يعني أقدم الشكر إلى المجلس الأعلى للثقافة وبالأخص الإدارة المركزية للشعب واللجان أمانة المؤتمرات. حقيقي يعني دايما يعني يفتحوا الأبواب على مصراعي حقيقي، ودائما في التعاون الداعم للموهوبين من ثقافته ومفكري مصر. أخص بالشكر المعارض. هل في حاجة بتقولها؟ أخص بشكر الأستاذ وائل حسين رئيس الإدارة المركزية للشعب واللجان، وأيضا شباب أمانة المؤتمرات اللي هم مش موجودين معنا دلوقتي، السيد أحمد نوير، الأستاذ إبراهيم حسين، والأستاذة التي شرفنا من أمانة المؤتمرات الأستاذة رانيا. كل الشكر الجزيل لكم. كما أريد أن برضو أقدم الشكر لفريق عمل الأستاذة فاتية شكري، السيدة فاتية شكري مدير إدارة الأنشطة، وهي حقيقي يعني من ساعة يعني تحويل الإدارة المركزية لمنح التطوع أو الشؤون الأدبية والمسابقات، يخرج منها إدارة العامة لمنح التفرغ والإدارة الأخرى وهي إدارة المسابقات وإدارة الأنشطة. وهي الإدارتين بيكملوا بعض يعني، وهي منح التفرغ التي تجمع أكثر من 300 متفرغ وحاصلين على منح التفرغ من مفكري مصر ومن موهوبين من الشباب ومن جميع الفئات، فهي تجمع هذا العدد ليس قليلا من تنفذي أو ننفذ معهم أنشطة كثيرة. الآن نحن مهتمون جدا بالأنشطة والدعم الذي تقدمه وزارة الثقافة وخاصة المجلس الأعلى للثقافة